لو سألت أي حد إيه هي أقدم جامعة في العالم غالبا هيقولك أكسفورد في إنجلترا. بس الحقيقة إن الإجابة موجودة في مدينة فاس بالمغرب، والفضل يرجع لست عظيمة. حكايتنا بدأت في مدينة القيروان في تونس. هناك اتولدت فاطمة الفهرية في بيت علم وكرم. والدها محمد الفهري كان تاجر ناجح جدا، وقرر ينقل عيلته لمدينة فاس في المغرب، واللي كانت وقتها منارة صاعدة للعلماء والتجار. فاطمة وأختها مريم اتربوا على حب الخير والعلم من صغرهم، وده اللي شكل شخصيتهم لما كبروا بقى معاهم ثروة ضخمة ورثوها عن والدهم اللي توفى وساب لهم كنز، بس هم قرروا يحولوه لأثر ملوش نهاية. بدل ما فاطمة تصرف الفلوس دي على القصور والمجوهرات، قررت هي وأختها يخدموا المجتمع. مريم بنت جامع الأندلس، أما فاطمة فقررت تعمل مشروع يغير شكل العالم للأبد. في سنة 859 ميلادي أسست جامع القرويين تيمنا بمدينتها الأصلية، واللي بسرعة تحول لأول جامعة في التاريخ بتمنح درجات علمية. تخيل إن الجامعة دي بدأت قبل أكسفورد بأكتر من 200 سنة. الجامعة دي ما كانتش بس للدين، دي كانت منارة للطب، الفلك والرياضيات، لدرجة إن بابا الفاتيكان سيلفستر الثاني درس فيها ونقل منها الأرقام العربية لأوروبا. المذهل إن فاطمة فضلت صايمة طول فترة بنى الجامع والجامعة كنوع من التعبد لربنا إن المشروع يكمل ويخدم العلم، وفعلا ربنا استجاب. جامعة القرويين لسه شغالة لحد النهاردة، ومسجلة في جينيس كأقدم جامعة مستمرة في العالم. لولا فاطمة الفهرية ورؤيتها كان يمكن شكل التعليم العالي اللي بنشوفه دلوقتي ما يبقاش موجود. ودي كانت بطلتنا في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من أعمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب علشان نكمل الرحلة.